علم ولا فنكوش. هل الانفلونزا حاجه عابره وليست خطيره؟ لا طبعا، مفيش حاجه اسمها انها عابره وليست خطيره. في نسبه منها بيبقى خطير طبعا ويبقى له اثار كبيره جدا، وانا يمكن دايما بشبهها الام بقول لها مفيش حاجه اسمها حرامي في البيت وخلاص، ما هو حرامي في البيت يبقى حرام بغض النظر بقى عمل ما عملش، بس هو حرام يعني. وعشان كده احنا المفروض ما ندخلش في اي تجربه تضرنا او في احتماليه انها تضر. لو احنا بنتكلم على امان الطفل او امان الشخص فانا بحاول ابعده عن كده، وده بيتاتى بالمناعه والتطعيمات اللي هي بتحاول تخلي عندي خط دفاع اول ضد اي حاجه ممكن يبقى لها خطورة عليه أو على الشخص أو على الطفل أو على الأب أو الأم أو أي حد من أفراد العيلة. لقاحات الفيروسات تسبب الأمراض، طبعا دي خاطئة تماما، مفيش حاجة اسمها كده. هو بالظبط زي ما أنا بمرن بنتي أو ابني في المدرسة إن هو يكتب، ومرنه على السباحة، بمرنه ازاي يطير بالطيارة، والناس اللي في الكورة بعمل لهم تمرين، وأنا بعمل تمرين لجهاز المناعة عشان إن هو يقدر يقاوم في حالة المعركة الحقيقية مع الفيروس. وفي نفس الوقت غالبية التطعيمات في طبيعة تكوينها إما أنها بتكون تطعيمات فيروسات مضاعفة جدا جدا لا تؤدي إلى احتمالية المرض، أو أنها تكون ميتة أو جزء من الفيروس أو أيا كان، إنما قدرة أنها تؤدي إلى المرض في الشخص العادي يعني تقريبا نقدر نقول انها صعبه جدا. وبالتالي هذه المقوله مش في مكانها ولازم تتشال من ذهننا، لان دي حاجه يعني ده بقى الحاجه اللي تزعل، انه تبقى انت الحاجه المفيده ليكي مش عارفاها وبتبتدي تتكلمي عنها كلام عكس طبيعتها. يعني استخدام الكمامات بطريقه غلط يسبب العدوى. طبعا لو استخدمت اي حاجه بطريقتها الغلط، لو جهاز كهرباء وجيت استعملته غلط هيبوظ. الكمامات لها طريقة، المفروض ان انا ابقى عارف انواع الكمامات وابقى عارف طريقة استخدام الكمامة، لانه غير كده يبقى انا بعرض نفسي للاثار، مش ان انا ما استفدش، لا كمان ممكن ان انا اضار من استخدامها. المضادات الحيوية تقتل البكتيريا فقط وليس الفيروسات، طبعا مقولة صحيحة جدا، ودي تاخدنا الى ان الام لازم تتأكد قبل ما تدي مضاد انه اولا المضاد هو محتاجه، وان اللي عنده ده بكتيريا، وهي مش هتقدر تتاكد بكده لانها تقول ان الحراره بقى لها يومين او 3 يبقى معنى كده انه بكتيريا، ده صح، ولا ان الافرازات اللي موجوده عنده بقى لونها اخضر، ده صح. لازم دكتور يشخص ويقول والله ده بكتيريا، وده الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه يدي المضاد الحيوي المناسب للبكتيريا دي. الخطوه الثالثه ان ما يكونش المضاد ده اتاخد في فتره زمنيه معينه، والا كل ده هيضعف المناعه. بنوصل دلوقتي والعالم بيواجه المشكله دي ان بقى في بكتيريا غير مستجيبه لاي مضادات حيويه، فبتبقى حالات موجوده في الرعايه المركزه ومش لاقيين مضاد حيوي يتعامل معها. بعض الاعشاب طبيعية قادرة على قتل الفيروسات، وخصوصا فيروسات مرتبطة بنزلات المواد. يعني طبعا المقولة صعبة قوي، يعني قاتلة، يعني الأعشاب هتبقى قاتلة للفيروسات. إذا كان العلم ما وصلش للفيروسات إلا لمجموعة بسيطة جدا 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 من مضادات الفيروسات، يعني مش زي البكتيريا. البكتيريا فيه مضادات حيوية كتير، انما الفيروسات عدد المضادات الفيروسات ضئيلة جدا. فان انا اقول ان في اعشاب هتقدر تقتل الفيروسات ده كان الطب انتهى بقى والامور بقت سهلة، وبقينا العطار بدل الدكتور. يمكن بنقول نشرب سوائل عشان نزود سوائل في الجسم.